انتوا فين؟ في غيبوبة؟ فين؟ انتوا ما بتشوفوش؟ انا عارفه ان الفيديو ده مش هيجي على المزاج ولا هيعجب ناس، وممكن اول ما يشوفوه هيقولوا لنا انت هتقلبي دماغنا ليه يا شيخ؟ اقلبها واقلب الفيديو بتاعها دوت. بس بصوا يا جماعه، انا هتكلم، ما انا دمي محروق وبقى مش قادره استحمل كل شويه اللي بيحصل ده واللي بشوفه كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه وكل سنه لاخواتنا اللي في غزه. كل سنة بتعدي ناس بتموت وبتتصاب، المستشفيات بيقولوا خلاص احنا مش عارفين نعالج الناس، المصابين بقوا بالألوفات، الشهداء في مستشفى طلعت. الموقف ده انا قسمني نصين، لان ضربة سكينة جت في قلبي لما مستشفى تطلع وتقول خلاص مفيش اكفان تقضي الناس اللي بتموت. فين الناس؟ فين الاوطان؟ فين البلاد العربية؟ فين؟ انا بسألكم انتوا فين؟ في غيبوبة؟ فين؟ انتوا ما بتشوفوش المناظر دي؟ لما بيبقى في ناس قاعدين في مراكز اللواء اللي تبع الأونروا، منظمة الأونروا دي المفروض أماكن أمان، فلما يبقى ناس قاعدة هناك واللي ما يتسموش يجوا يقولوا لهم اخلوا المكان فورا، فالناس يعني يطلعوا في أمان الله مش عارفين يعني رايحين فين. ابص يجي يقولوا لهم هم طالعين بيجروا، فيجي يضربوا عليهم ضرب مباشر، ما بيلحقوش حتى ان هم يسيبوهم يطلعوا، انهم عايزينهم يعني اطلعوا لنا كده عشان نملككم. فاول ما يجي يطلعوا يضربوا عليهم ضرب مباشر، يجي يقعوا ما بين مصابين وناس شهداء، واللي ربنا نجدهم وكان ليهم بقيه في عمرهم وكده ونجوا بعمرهم، بيقولوا ان هم اضطروا يسيبوا المصابين والشهداء مرميين في الارض وماشوا. مش عارفين ياخد، ما هم الضربه مباشر عليهم، هياخدوهم يشيلوهم ازاي؟ المستشفيات يقولوا احنا مش عارفين نعالج خلاص. في مستشفيات كتيره اعلنت ان هي خرجت عن الخدمه، مفيش خلاص. طيب يا جماعه، يعني انا هتجنن لما بيجي يحصل كده. الناس الاب بيبقى شايل ابنه، انا شايفاه يا رب ايه ده يبقى شايل ابنه في الكفن على ايديه، بدل ما يجي يشيله كده يعني يبقى شايفه قصاد عينيه، لا ده شايله وهو ميت في كفنه على ايده. تخيلوا الموقف. يعني الابهات والامهات اكيد هتحسوا بالكلام ده والشعور ده. ايه ده؟ الناس لما يجوا نايمين في بيوتهم، أسرة كاملة نايمة في بيوتهم، لا ليهم علاقة بعمليات عسكرية ولا ليهم علاقة بأي حاجة، ونايمين في أمان الله، يهدوا عليهم البيوت وهم نايمين. 14 يموتوا وواحدة هي اللي تعيش، ونايمين ما عملوش أي حاجة، بيهدوا على الناس بالجرافات عليهم البيوت وهم نايمين أو قاعدين. ومفيش حياة لا حياة لمن تنادي. العالم كله في غيبوبة، العالم كله ما بيتحركش، ويقول لك اصل احنا بنتباحث. تتباحثوا ايه ونيلي دي وزفت ايه؟ الناس بتموت كل ثانيه. انتوا عارفين يعني ايه كل ثانيه؟ تك شهداء بالالوفات. مش عارفين يعملوا حصر لعدد المصابين وعدد الشهداء، لانهم بقوا اموات وميتين في كل مكان، في تحت الانقاض، تحت هدم البيوت، في الشوارع، في الطرقات، في المستشفيات. اقسم بالله يا جماعه المناظر، انا كل يوم دمي بيتحرق من اللي بشوفه. والناس ايه؟ مفيش. يعني العالم العربي، الدول العربيه واللي انتم بتعملوا، يعني هل انتم تتجمعون؟ طب وهل انتم تبحثون؟ وماذا بعد ما الاجتماعات ان انتم بتتباحثوا؟ يعني ايه اللي بيتم؟ مفيش حاجه بتتم، صح؟ نفس الوضع هناك. يعني مش فاهمه، يعني هل انتم في مثلث برمودا في عالم اخر وهم يعني في عالم تاني؟ محدش قادر ان هم يوقفوا اللي ما يتسموش دول عن اللي بيحصل. بيعملوا كل حاجه بكيفهم ومزاجهم، وعارفين ان مفيش حد يقدر يوقفهم. هم بيقولوها محدش يقدر يوقفنا، محدش ليه عندنا حاجه، هنعمل اللي في كيفنا. شوفوا كده المناظر، حاولوا كده شوفوا المناظر اللي بتحصل لاخواتنا في غزه. 14 يوم مش عارفين لا ياكلوا ولا يشربوا، لما قرروا ان هم يخرجوا علشان ياكلوا او يشربوا او يدوروا على شربة الميه، يضربوا عليهم النار، يجروا في الشارع ومش عارفين، يعني يفضلوا حابسينهم، ولما عشان مفيش لا اكل ولا شرب لمده 14 يوم، ولما يجي يطلعوا عشان يجي يدوروا
فييجوا يضربوا عليهم نار. شايفين ايه يا جماعه؟ كتير صح؟ فعلا حد قال لي لو الجنه مش يعني قالوا ده ليهم الجنه، فواحد قال لي فعلا الجمله دي لقيتها صح، لو الجنه مش معموله ليهم او اما هتبقى معموله لمين؟ يعني هما يعني بس اللي بيحصل كتير قوي قوي قوي. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد مقصر في حقهم، في اي حد سايب الوضع على ما هو عليه. هما التانيين جات لهم على الطبطاب علشان يقضوا عليهم اكتر واكتر ويخلصوا عليهم اكتر واكتر. انا بتكلم في حاجات كتيره، بس الموقف ده قلت لازم ده اطلع اتكلم. انا مش قادرين يا جماعه، الناس اللي بتموت محابسينهم في بيوت ارضهم وبيطلعوهم حتى في مراكز الايواء او في المدارس، بيضربوا عليهم ضرب مباشر عشان يموتوهم، يا من الجوع يا من الضرب يا من هد البيوت. ولكم ان تختار، تحبوا تموتوا بأي طريقه؟ تحت الانقاض ولا تحت ضرب المباشر ولا من الجوع والعطش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لما اسمع مستشفى تقول خلاص مفيش اكفان تقضي عدد الموتى والشهداء، جمله قوي تقطع في الواحد وتموته نفسيا وحسبي الله ونعم الوكيل. انا جمله صعبه عليا قوي 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 اني اسمعها. ولما يجي يقولوا ان المستشفيات مش عارفين يعالجوا المصابين من كتر الناس مرميين في الاراضي كده في الشوارع، حتى الشهداء كنت بشوفهم كده مرميين ينقلوهم على عربيات بحمير عشان ما فيش الوقود كفايه، وينقلوهم حتى سواء مصابين او شهداء فوق بعض. العالم ما بيشوفش كده؟ وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ الدم العربي وين؟ لو عرفتوا اجابه السؤال ده يا ريت تكتبولي، ولا في غيبوبه. حسبي الله ونعم الوكيل. عايز تشوف الفيديو براحتك، مش عايز تشوف الفيديو روح يا عم اعمل اي حاجه تسليك، فيديو اكل ولا شرب ولا اغنيه تدلعك وخليك في الغيبوبه اللي انت عايش فيها. اقروا الفاتحه لاخواتنا الشهداء في غزه، وربنا يقوم صبرهم وينصرهم نصرا عزيزا قريبا ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما يتسموش. حسبي الله ونعم الوكيل.